للنائبة المحترمة السيدة فاطمة التامني. السيدات والسادة، مناقشة مشروع قانون التصفية ماشي مجرد تمرين محاسباتي، بل هي محطة سياسية بامتياز لمساءلة الحكومة عن مدى التزامها بما وعدت به ومقارنة الشعارات التي رفعتها في قانون المالية 2023 مع الواقع المعيشي والاجتماعي الذي عاشه المغاربة خلال السنة. وللأسف يكشف هذا المشروع عن فجوة صارخة بين ما تم الإعلان عنه من برامج ومشاريع وبين ما تحقق فعليا. للأسف هناك فجوة صارخة بين ما تم الإعلان عنه من برامج ومشاريع، فنسبة تنفيذ النفقات الاستثمارية خاصة في القطاعات الاجتماعية الصحة التعليم التشغيل كانت ضعيفة، وهو ما يطرح أسئلة حقيقية حول جدوى السياسات العمومية وفعالية تدبير المالية العمومية. كما نلاحظ أن الاعتمادات التي ألغيت في نهاية السنة خاصة في باب الاستثمار كانت لتلعب دورا محوريا في التخفيف من حدة الفقر والهشاشة لو تم صرفها بالشكل المطلوب. أضيف إلى ذلك أن جزءا كبيرا من الميزانية ذهب لأداء كلفة المديونية بدل توجيهها لتحسين الخدمات العمومية وضمان العدالة المجالية. ثم إننا نسجل غياب شفافية في تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة التي ما تزال تشكل ميزانية ظل خارج الرقابة البرلمانية الفعالة، ورغم ما تثيره من شبهات سوء تدبير في كثير من الحالات. وختاما، فإننا نؤكد أن مشروع قانون التصفية لا يجب أن يتحول إلى مجرد عملية تقنية لتبرئة الحكومة، بل يجب أن يكون لحظة محاسبة سياسية حقيقية على الاختلالات والإخفاقات والتفاوتات المتفاقمة التي عمقتها سنة 2023 في ظل موجات الغلاء والتقشف وضعف الحماية الاجتماعية وهشاشة السياسة التشغيلية. شكرا.